من الصعب علي بأني في هذه الدقائق اليسيرة أستحضر كل ما سطره التاريخ عن مواقف أهل المغرب، فدورهم في الجهاد والرباط والفتوحات لا ينكره عاقل. فمن نشر الإسلام في أدغال أفريقيا، ومن أوصل الإسلام إلى ربوع أوروبا، سلوا روما وبرلين وإسبانيا وباريس، من أسس فيها المراكز الدعوية والمعاهد الإسلامية، ستجدهم أهل المغرب. قديما وحديثا أرض المغرب أنجبت علماء برعوا في كل مجال، منهم الفقهاء والمقرئون وعلماء الإسلام. والله لقد عشت مع المغاربة 7 سنوات، فوجدتهم من أكرم شعوب الإسلام، الله أكبر، ومن أكثر شعوب الإسلام حفاظا على الغيرة. وهم أهل المغرب الذين لطالما اختاروا من الطرق أوسطها تسامحا وأكثرها أصالة. كريمة بيوتهم، سمحة نفوسهم، بيض أياديهم، أوى إليهم الشرفاء فآووهم ونصروا. صوفية أرواحهم، عربية ألسنتهم، أمازيغية جذورهم، علوية راياتهم، مالكية مذاهبهم. وقد صدق الأندلسي القائل: قوم لهم شرف العلا من حمير، وإذا انتموا صنهاجة فهم لما حووا علياء كل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلثموا.